وإحنا نشكرها جدا. نعم. لأن لماذا عندنا قضية وعدالة. نعم شكرا. لماذا عجزت جماعة أنصار الله عجزت عن ضم مأرب إلى باقي المدن التي سيطرت عليها بقوة السلاح وهي ليست قليلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية جماعة أنصار الله هي لم تعجز عن السيطرة عن مأرب، لأنه لم تبدأ معركة مأرب حتى الآن. يعني هناك استعداد لها؟ سيتم تطهير مأرب. يعني هناك استعداد لمعركة مأرب؟ لا، إذا مأرب إذا تم تطهير مأرب من القاعدة فسيتم من أبناء مأرب، كما تم في رداع من أبناء رداع، وكما قام وأيضا في أرحب. فعندما تقول أن القبائل الآن سيطرت على مأرب، الدولة هي خارج مأرب، لم تكن مسيطرة على مأرب، وكان هناك يتم قطع الطريق، تفجير أنابيب النفط، الاعتداءات على محطة مأرب الغازية. فأين الدولة التي دائما بدأوا الآن يتباكون عليها بأن أنصار الله الحوثيين واللجان الشعبية سيطروا عليها وانهارت الدولة؟ لم تكن هناك دولة موجودة في مأرب. وطالما طالب السيد أهل مأرب بأن يتم طرد القاعدة منها، بأن يتم المحافظة على مؤسسات الدولة فيها، على المنشآت النفطية، ولكن هناك قبائل التي هي مدعومة من التجمع اليمني للإصلاح، وهناك هذا الكلام كبير وواضح هذا الكلام الذي تقوله نعم. الآن هل لديك أي إثباتات على هذه المزاعم التي تذكرها الآن؟ يا أختي معروف مأرب يتم اختطاف السياح فيها، مأرب يتم قطع الطريق، معروفة القاعدة، مناطق تواجد القاعدة قبل الأحداث الأخيرة. اليمنيين يعرفون جميعا هي كانت رداع، البيضاء، وفي أبين، وفي مأرب، ولكن عندما بدأت اللجان الشعبية بتحمل مسؤوليتها ومساعدة أبناء تلك المناطق في التحرر من هذه الجماعة الإرهابية، بدأ الناس يتحدثون، بدأ القول أنها قاعدة، بدأوا يقولون في رداء. طيب. اللجان الشعبية محمد صلاح ما ردك على هذا الكلام؟ القبائل. نعم أستاذ محمد صلاح ما ردك على من يقول نعم ما رد مبرر القاعدة كشماعة تعلق عليها كل المشاكل، فيما أنهم هم المشكلة الحقيقية، هذه النزعة التوسعية من أجل السيطرة بقوة السلاح على كل مناطق اليمن؟ الحوثيين ليسوا المشكلة، وإنهم جزء من الحل لمشكلة القاعدة. فالقاعدة كانت موجودة من عهد علي عبد الله صالح وبعد ثورة 2011 وحتى الآن، ليست مشكلة جديدة. فإن القاعدة إذا لم يكن هناك أمن في البلاد فلن تكون هناك استثمارات، فلن تكون هناك سياحة. القاعدة هي أساس البلاء في المنطقة العربية بالكامل. يعني الحوثي هو الذي سيجلب الاستثمارات الخارجية؟ يعني نعم. يعني أفيك مناطق نعم. عديدة سيطر عليها الحوثيون. أكيد. أين هو هذا الأمن وأين هو هذا الاستقرار وأين هي هذه الاستثمارات الموعود بها؟ يا أختي لو أنت لا تعرفي المناطق صعدة تم تأمينها وأصبحت من أكثر المناطق أمنا في اليمن، صعدة وما حولها. والآن أنصار الله الأماكن التي انتشروا فيها أو ما يسمى باللجان الشعبية فهم لهم فقط 4 أشهر و 3 أشهر. كيف تريدون أن تقيموا هذه 3 أشهر؟ نعم. وحكومة خلينا نختم بشيء ملموس. ما هي الآن طيب في هذا السياق ما هي خطط الحوثيين لحسم هذه المنطقة؟ أي مناطق يتواجد فيها القاعدة أننا ندعو جميع أبناء تلك المناطق إلى تطهيرها من القاعدة، لأنها سبب البلاء لليمن، وسيتم تطهير كل المناطق اليمنية من أهلها كما تم في رداع وكما تم في المناطق الأخرى. وعندما تقولون الغزو كما قال أحد الزملاء الغزو الحوثي وكأننا أتينا من الفضاء، نحن يمنيين. إذا كان لأمريكا الحق أن تأتي عبر البحار لتهاجم ما يسمى بتنظيم القاعدة، فلنا كشعب يمني من أي منطقة في اليمن أن يذهب لأي مكان ويشارك إخوانه في تلك المناطق لقتال القاعدة. فنحن أبناء اليمن ونحن المسؤولون عن تطهيرها، ونتمنى من أبناء مأرب يعني لا أحد يختلف معك في أن الحوثيين هم مكون من مكونات المجتمع. نعم معلش